كأنك تصيف في جربة صيف سنة من غير ما تكمل الفيديو هذا. سنين التالي في جربة باش نتعرفوا على جمال اللي كان يخدم في واحد من الوتلة في المنطقة. خدمته كانت تبدا نص النهار وتوفى تقريبا نص الليل. كان يستعمل موتور صغيرة كوسيلة تنقل، بما انه داره ما كانتش بعيدة برشا، هي تقريبا 4 ساعات بالموتور. وفي واحدة من الليالي كيما العادة كمل الخدمة مع تقريبا نص الليل. جمال ما كانش يستعمل الطرقات الكبيرة، بل كان يستعمل اختصارات وقصات عربي بلغتنا باش يوصل للدار اسرع. وهذاك شنو صار ليلتها. هي واحدة من الطرقات اللي موجودة في السواني، طريق ظلمة ما فيه حتى حد وريحة الحياة ماهيش موجودة. وعلى عكس العادة باش تعرض امرأة كبيرة باش توقفه وتطلب منه انه يوصلها معها للكياس. جمال ما كانش مستانس بالحاجات هذوما وكان مستغرب من وجودها في الوقت هذاك، وخاصة في البلاصة هذيك وحدها. من الاول كان متردد لكنه وافق بما انه هو ناس طيبة. طلعها معها الموتور، واول حاجة حسها انها اول ما حطت عليه يديه وطلعت في الموتور حسوا كاينها توزن تقريبا 500 كيلو، بخلاف الشدة متاعها كانت قوية طريقة ماهيش عادية. طول الثنية كان يحس بحاجة غريبة، رعب ماهوش فاهمه منين بالضبط. وبصفة مريبة على الاخر بدا يسمع في المرأة قاعدة تقول في كلام ماهوش مفهوم وضحكات غليظة برشا. كان حاشم يسألهاش بها والا علاش تضحك بما انها مرأة كبيرة، لكن الوضع ولا اخيب برشا وقت اللي بدا يشم في ريحة ماهيش عادية خارجة منها، وكاين ريحة جيفة عبد ميت طالع معها الموتور. الحاجات هذوم الكل بداو يزيدوا اكثر لحد ما وصل لبلاصه ضاويه في الكياس. لهنا اتلفت وراه يلقاها تخزر له بخزره مرعبه. والغريب انه كي طبس راسه شاف الكياس لاحظ اللي ساقيها قاعده تدلدل الطريق كامل، كانه يكركر في حبه طول زوز مترو. لهنا كردة فعل دزها من الموتور وطيحها وزاد في السرعه هرب. شافها تجري وراه وكاينها مراه في العشرينات، لكنه نجم يهرب منها. واخر حاجه سمعها منها انها قتلوا. هكا هربت مني المره هذه والمرة الجاية ما باش تفلت. جمال من وقتها قرر انه ما عادش يدور بالاختصارات هذوما، ويستعمل كان الطريق الضاوي في كل مرة يخرج منها من الاوتيل. كان يقرأ التعويذات الكل.